هو انت من نوع الناس اللي بيحب يكلم الدكتور الساعه 12 بالليل عشان يساله اخد المضاد الحيوي قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ اوقات كتير بيبقى عندنا سؤال ما بنبقاش عارفين هو ده اسال فيه الدكتور ولا اسال فيه الصيدلي. بص يا سيدي، خليني اقول لك، الدكتور بيشخص، يطلب منك تحاليل، يطلب منك اشعاعات ويكتب لك روشته. الصيدلي بقى هو اللي بيشرح لك، يعني يقول لك على معده فاضيه، على معده مليانه، تحطه في علبه زبادي، تشربه مع عصير، ينفع تكسر الحبايه ولا لا، لو نسيت دواء تتصرف ازاي. يعني باختصار، لو تعبان ومش عارف عندك ايه محتاج تروح للدكتور. لو عندك روشته وعايز تشتريها وعايز تسال عن الدواء بيتاخد ازاي، اخده امتى، ده يبقى الصيدلي. بس لو لقيت نفسك رايح تسال الدكتور بتاعك ينفع احط الدواء دوت في الزبادي واخده مع الزبادي، يبقى تقريبا انت ما بتسالش بني ادم الصح. باختصار، الدكتور والصيدلي فريق واحد، بس كل واحد ليه تخصصه. خلي بقى انت سؤالك في الوقت الصح للتخصص الصح. اكتب لي في التعليقات لو عندك اي سؤال ليه علاقه بالدواء او الجرعات وانا هجاوبك عليه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فولي. اشوفكم الحلقه اللي جايه.